السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. عندك دايما مشكلة في تنسيق الألوان وما بتعرفيش تختاري الألوان مع بعض صح. ممكن تكوني جايبة قطعة حلوة قوي ولونها جميل جدا بس مش عارفة تجيبي عليها طرحة لونها ايه أو جزمة أو شنطة لونهم ايه. إن شاء الله هنعرف مع بعض النهاردة ازاي تقدري تنسقي الألوان مع بعض بشكل حلو ويطلع في الآخر شكلهم حلو جدا. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة بتشوفيها لما تفتحي فيديو زي ده ان اي حد هتلاقيه بيتكلم على عجلة الالوان وانتي اصلا ما تعرفيش يعني ايه عجلة الالوان وازاي ترتبي وتنسقي الالوان فيهم مع بعض. وده شيء طبيعي لاي حد اصلا ملوش في الديزاين ملوش في تنسيق الالوان كناس متخصصة. فانتي مش هتقدري انك تستوحي من عجلة الالوان دي حاجة او هتقدري تفهميها بشكل طبيعي. وعلى فكرة انا زيكم ماليش في موضوع عجلة الالوان دي خالص واحيانا ما بقتنعش بيها. يعني المتخصصين هما اللي بيتكلموا في الموضوع ده بس احنا عاوزين نتكلم بشكل بسيط ومفهوش تعقيد علشان خاطر ننسق اللبس بتاعنا والالوان بتاعنا تكون كلها في اللبس متناسقة وشكلها حلو مع بعض. اول حاجة اوقات كتير بنلاقي الناس بتاعة الموضة وصيحات الموضة السنة دي بيتكلموا في خبراء الموضة اصلا بيتكلموا في ايه. بيقولك ان في الوان هي اللي نازلة على بعض السنة دي زي مثلا البنفسجي على البرتقاني، الاحمر على الاخضر، الاخضر على الازرق. والمفروض ان ده هيكون امر مسلم بيه والناس لازم تتبع الموضة دي. في ناس بتحب تتبع الموضة دي وفي ناس عشان هي مش عارفة تنسق الالوان ازاي فللأسف بتلجأ لاسهل حل اللي هي الحاجات اللي بقت موجودة ودارجة الموسم اللي هما بيكونوا فيه. لكن اوقات كتير بتكون الالوان دي بشعة جدا ومش حلوة ومش لطيف ان احنا نحطها على بعض. واوقات تانية بيقولوا ان في حاجات بنستوحاها من الطبيعة يعني زي مثلا لون السماء مع الوان تانية، لون البحر، لون في الزرع وفي الورود. الالوان دي يا جماعة بتكون حلوة في الطبيعة. يعني ما بلاقي الاخضر مع الاحمر حلو جدا ان انا اشوف الورد مع الزرع بيبقى شكلهم جميل لكن لما احطهم اوقات في اللبس بيكون شكلها مش حلو. فمش كل حاجة في الطبيعة اقدر ان انا استوحيها في الوان لللبس. القاعدة دي مش دايما ثابتة يعني احيانا بيكون في حاجات بتستوحيها من الطبيعة والحاجات اللي حواليكي فعلا بيكون شكلها حلو بس مش دايما بتكون هي الصح وهي اللي شكلها كويس. طيب اول نصيحة انصحك بيها هي ايه؟ اول نصيحة ابعدي شوية عن كلام خبراء الموضة والالوان الغريبة اللي احيانا بينزلوها. مش هقولك دايما بس احيانا. تاني نصيحة وهي هيكون عندك 3 اوبشنز. اول واحد فيهم خليكي في السيف سايد. يعني لو انتي ما بتعرفيش تنسقي الالوان خالص خلي الطقم بتاعك كله من نفس اللون. يعني لو هتلبسي لون كل حاجة باللون البني خلي فيه تدرج في الالوان اللي انتي هتلبسيها. البنطلون باللون البني اللي فوق هيكون باللون البني الفاتح او البيج، الطرحة افتح درجة فيهم، الشنطة ممكن تكون هافا، الجزمة اللي انتي هتلبسيها برضو هتلاقي كل الطقم اللي انتي لابساه يكون درجاته قريبة من بعضها علشان تكوني في الامان وما تكونيش خرجتي بره الالوان دي وفي الاخر برضو هيكون شكلها حلو جدا. وتاني اوبشن معاكي وهو انك تحطي في الطقم اللي انتي هتلبسيه لونين او 3 الوان. وده انا بفضله اكتر. ليه؟ لان الالوان بتكون مريحة للعين وشكلها بيكون شيك اكتر. ممكن بس تعملي حاجة واحدة انك تحطي لون مختلف اكتر فيهم. ما يكونش هو اكيد مش هيكون نشاز وبعيد عن الطقم اللي انتي لابساه بس ينطق الطقم اللي انتي لابساه. احنا هنحط في الطقم لونين او 3. ممكن نخلي اللون الثالث لون مفرقع شوية، لون واضح وظاهر شوية بس في نفس الوقت يكمل الطقم بتاعي والاطلالة بتاعتي بيخلي في الاخر شكلها حلو جدا. ممكن تحطي اللون ده في ايه؟ انا افضل ان هو يكون في حاجة مش كبيرة وفي نفس الوقت هتكون ظاهرة جدا زي مثلا الشنطة اللي انتي لابساها، زي الجزمة اللي انتي لابساها او الطرحة. ولكن خلي الطرحة تكون هي هتكون لونها مفاجئ شويه على الطقم اللي انتي لابساه بس حاولي برضو انها تكون لايقه على بقيه الطقم اللي انتي لابساه. تالت اوبشن معايا وانك هتعملي في الطقم بتاعك تعدد الوان كتير جدا. يعني هتخرجي بره الصندوق. ده محتاج جراءة في اختيار الالوان وشطارة في اختيار الالوان برضو. ممكن تحطي في الطقم اللي انتي هتلبسيه
4 ألوان، ويكونوا ألوان فيهم ألوان جريئة وزاهرة جدا، بس طبعا ما يكونوش بعاد عن بعض، لا هيكونوا متناسقين مع بعض. حطي ألوان مختلفة عن بعضها، ممكن تكون الألوان حلوة وهادية، ممكن تحطي فيهم لون واحد بس يكون جريء جدا وواضح جدا زي الاختيار اللي قبليه اللي احنا اتكلمنا فيه، بس هنا هيكون الفرق بينها وبين اللي قبلها ان هنا هيكون فيه اكتر من لون في الطقم بتاعك. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني في اختيار الالوان؟ اول حاجه انصحك بيها وهو بنترست. بنترست ده فعلا هتلاقي عليه افكار كتير حلوه جدا، وهتستوحي منه حاجات كتير قوي. انصحك فعلا انك تشوفيه وتنزليه عندك على التليفون، هيفيدك جدا مش في الالوان واللبس وبس، هتلاقي فيه حاجات كتير قوي تقدري تستوحي منها افكار، وتقدري تشوفي حاجات شبه الحاجات اللي انت بتحبيها هتلاقيها برضو موجوده هناك. تاني حاجه معايا وهو انستجرام، برضو نفس الفكره بتاعت بنترست، انك هتلاقي عليه افكار كتير في اللبس، الوان، تنسيقات، حاجات انت ممكن تكون مش واخده بالك منها، تلاقي الافكار اللي انت عايزاها واحلى كمان موجوده عليها. وكمان ممكن تابعوني على الانستجرام بتاعي، هتلاقوني سايبه لكم كل اللينكات في الديسكريبشن والفيديوهات كمان، وانا عملت انستجرام مخصوص عشان خاطر الفاشن والتنسيقات، واي اسئله عايزين تسالوها تقدروا تسالوها لي هناك وتتابعوني هناك، هنلاقي برضو افكار وحاجات حلوه هنتكلم فيها مع بعض. وبكده وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو بافكار بسيطه كده وسهله، واقول لكم السلام عليكم، ويلا بينا نشوف معلومه النهارده بتقول ايه.